بيبدأ الفيلم من جوه قاعدة نووية في دولة إيران. المفروض إن المخابرات الأمريكية زارعين بطنة يحمل فيروس من عندهم، ده على أساس إنه فني اتصالات جاي يحدث الألياف الضوئية اللي بيستخدموها في زيادة سرعة النت. محتاج أقول لك إن كل اللي بيحصل الأمريكان شايفينه صوت وصورة بالقمر الصناعي. المهم إن بعد ما خلص شغله ومشي بقى قدامه أقل من 24 ساعة للتنفيذ، اللي هيكون عبارة عن تعطيل نظام الطرد المركزي في القاعدة النووية، وده هيرفع درجة الحرارة جدا. وقبل لما نشوف اللي هيحصل، عايز اعرفك على اوليفر ويبقى الزميل الغالي لبطلنا. دخلوا البيت واستنوا التعليمات الجديدة، واثناء الانتظار توم قام يكلم مراته ويطمن عليها هي وبنته. المعلومة هنا ان مراته عايزة تتطلق بسبب ظروف شغله المنيلة بنيلة دي، وبنته تقريبا ما بقاش يشوفها اصلا اللحظة دي. ومن جوه مطار افغانستان الدولي هنتعرف ببطل جديد واسمه مو، راجل افغاني وبيشتغل مترجم انجليزي، والمفروض انه داخل البلد بهوية مختلفة لإنجاز مهمة محددة، وهي إنقاذ أخت مراته اللي اتخطفت من حركة طالبان. الكلام ده يودينا على رومان والمقيم في دبي. المفروض إنه عامل نفسه مسلم وعاش وسط إخواتنا في الإمارات وبيدير كل عملياته من هناك. أنا عايزك تعرف إن هو اللي نظم العملية بتاعت مو. وبعد كل ده ولما وصلنا لآخر اليوم، الفيروس اللي بطلنا عايز يحمله بدأ ينتشر في القاعدة النووية، وده خلى درجات الحرارة تتضاعف عندهم بشكل غبي. حصل انفجار كبير جدا. الخبر وصل للجماعة في إيران وبقى مطلوب منهم يجيبوا اللي عملها فورا. عشان كده بطلنا موجود وبقى خطر ولازم يتحرك بسرعة. فجهز نفسه وطلب من أوليفر هو كمان يجهز، لأن سفره هيكون تاني يوم. ساعتها اتعمل اجتماع بين جماعة طالبان وضابط في مخابرات باكستان اسمه نذير. هتقول لي ايه جاب مخابرات للطالبان؟ هقول لك بس اهدى وامسك العقل وانا هشرح لك. الاجتماع ده يا معلم سببه يعرفك بنذير ودوره جاي قريب جدا. اوكي، نرجع لبطلنا. وصل مطار دبي وبالمره قال يشتري هديتين ثلاثه لبنته. ساعتها جاله رساله من رومان فيها الميعاد اللي هيتقابلوا فيه. لما نروح لرومان خليني اعرفك بفاطمه، وتبقى اخت مرات نور واللي حاليا قالب عليها الدنيا. اتخطفت من بتوع طالبان لانهم بيلموا كل المعلمات من البلد. طيب اللقاء حصل بين توم ورومان، وعلى الرغم ان بطلنا المفروض ياخد اجازه بعد اخر مهمه، الا ان رومان قال له على مهمه اصعب واصعب، وعلشان يوافق عرض عليه فلوس كتير يأمن بيها مستقبل بنته. طب ايه المهمة اصلا؟ قال لك تتبع وتدمير مطار في مدينة افغانية واقع على حدود ايران. قال ان المطار ده بيجهزوه لتصنيع قنبلة نووية. الخازوق ان اصلا جماعة طالبان مسيطرة على المكان كله، اذا فليلزموا حد من اهل البلد يكون عارف لغتهم. وطبعا مفيش احسن من مو. على طول بطلنا سافر وتقابله ويجهز نفسك، لاننا هنشوف المهمة الانتحارية جدا في الطريق، تعرفوا ببعض اكتر. وبطلنا عارف ان مؤمن اصول افغانيه وهربان من سنين بعد ما ابنه اتقتل غدر. تعال بقى اعرفك بشخصيه كمان واسمه فرزاد، ويبقى هو عقيد في الجيش الايراني. راجل كده مفيش وراه شغلانه غير مين فجر المفاعل بتاعنا. في التوقيت ده كان بطلنا وصل لبيت مو، وبمجرد ما دخلوا اداله شنطه جايه من المخابرات. الشنطه فيها جهاز لابتوب واسلحه كتير، لدرجه ان التاني ساله هو انت مهمتك ايه بالظبط؟ طبعا مرضيش يجاوب لانه ما ينفعش يكشف نفسه ويقول له انه فجر المفاعل يعني. بس قال ان المهمه هتكون على حدود ايران ولازم تكون معايا. الراجل بيخاف جدا لان روما ما كانش قايل له على سفر اصلا، فاستنى بالليل وراح يقابل اخته ويسالها عن فاطمه لعل وعسى تكون عارفه اي معلومات. وللاسف الست اصلا حالتها متكحرطه، وبتقول ان جماعه طالبان مش سايباهم في حالهم. وعدى اليوم ودخلنا في اللي بعده وهو بيزور قبر ابنه. خليني اعرفك ان ابنه بات على ايد طالبان والراجل حرفيا مش طايقهم. في اللحظة دي حصلت كارثة، وإن الكمبيوتر المركزي لجامعة البنتاجون اتهكر واتسربت معلومات عن عملية تفجير المفاعل. الكلام ده معناه إن بطلنا اتكشف ولازم يهرب فورا. ساعتها رومان نكلمه وأكد له المعلومة وقال له الغي العملية وحالا تسافر لمدينة كاندهار، وهناك هتقابل فريق قوات جوية هتسافر معاه. رومان قال له إن أوليفر اتكشف واتقتل. زاد هو كمان شايف شغله واضطر يدفع رشاوي للافغان علشان يعدي الحدود هو وفرقته. لا وكمان المخابرات الافغانيه تتبعوا كلامه مع فريقه وكلموا نذير. كل اللي شفته معناه ان بطلنا تقريبا كده بيدور عليه كل ضابط وجندي في ايران وافغانستان. طيب نروح للاجتماع اللي حصل بين رومان والقيادات. اتفقوا فيه انهم زي ما قلت لك هيبعتوا بطلنا على مدينه قندهار. المشكله هنا مش في المسافه الكبيره اللي هيقطعها، لا المشكله في كل اللي هيقابله طول الطريق.
انه مفيش حل غير ده، فبلغ مو وقال له لازم نتحرك حالا. هو كمان بيتحرك وكلم واحد من طالبان يوفر له فرقه كامله تساعده في المهمه، يعني على ما ياخد الموتوسيكل بتاعه وينطلق هو كمان. عايز اقول لك ان بطلنا بيحاولوا يامنوا بالقمر الصناعي، لكن فرزاد كل رجالته مستحيل يسيبوه يوصلوا اصلا الى قندهار. ونروح لتوم اللي دخل في قلب المدينه وبدا يشوف عربيه جديده، وبالفعل جاب حته ربع نقل كده على وضعها، بس لفت الانتباه وخلى تنظيم الدوله الاسلاميه يظهر اللي هم داعش يعني. والخازوق بقى ان الطريق زحمه جدا واضطروا يقفوا، وزاد استغلها فرصه ونزل يقرب منه. بالتوازي رجالته داخلين من زاويه تانية، ولما خلاص وصلوا شافهم واضطر يتحرك وبقى ماشي على الرصيف، ونذير وراه شويه وحاولوا يوقفوه. لما ما عرفوش خبطوا نذير، راح عمل لهم انفجار غبي جدا. بما ان فار زادة مش في بلده فاضطر يسكت، وبكده خرج من المطاردة. وهنكمل مع نذير ورجالته. توم بقى يسكت، لا خبطهم بطريقة صايعة قوي، خلص منهم وبقى لوحدهم في الصحراء. خازوق جديد حصل وهو الكاوتش، يا دي النيلة منيلة بنيلة. طيب نغيره، بس اصلا مو راجل عجوز ومش متحمل الحر، وخاف وجاب اخره وقال له كمل لوحدك، انا اصلا جاي ادور على اختي مراتي مش عشانك. لكن ومع حدوث انفجارات حواليهم قدر يقنعه ان مكانك جنبي ولازم نكمل للنهايه، يا كده يا اما هنموت لو بعدنا عن بعض. كل ده بيحصل ونذير خلاص عرف مكانهم ومكمل. اوكي العربيه اتصلحت واتحركنا، وبالتوازي رومان قرر يصلح غلطته وينزل يجيبهم بنفسه. اما هم فاتزنوا في صحراء طويله عريضه، الوقت بيعدي وبطلنا ساي ومكمل ومش هيستسلم. دخلنا في الليل وهنكمل طريقنا بالنايت فيجن او نضاره الرؤيه الليليه. وقتها سمعوا صوت غريب وواضح انها طياره هليكوبتر، وبداوا في ضرب النار. توم قال لك ما بدهاش وضرب عليهم هو كمان، ودخلنا في عركه ليليه بدون اي لمحه نور. المهم يا سيدي شويه ضرب من هنا على شويه ضرب من هنا لحد ما بطلنا قتل الاولاني واماكن عربيته، وبعت مو يستخبى وهو بقى يتسلى عليهم بالنايت فيجن. وبعد شويه ضرب كمان، نزلوا له اتنين من رجالتهم. تحس كده اننا في لعبه كول اوف ديوتي مع كابتن برايس. عايز اقول لك الراجل حرفيا كان بيصطادهم بكل صياعه. ولما جاب التاني شغل دماغه واستخدموه طعم علشان يستدرج الهليكوبتر. قربهم فجرها على الارض على الزاويه التانيه. رجاله القوات الخاصه وصل لهم الخبر وعرفوا انهم مستنيين اتنين للانضمام لرحلتهم. طيب رومان فين دلوقتي؟ رومان يا معلم نزل على ارض افغانستان بطياره خاصه واستقبله ضابط بريطاني مزروع وسط الدواعش. يعني انت بتتكلم في ان قوات داعش هيكونوا في صف توم اللي بدا يتصاحب اكتر على مو، وسهروا يتكلموا عن بنته وابن التاني. الغريبة ان بطلنا قال له رغم كل شيء لاني على خلاف تام مع الامريكان واللي بيعملوه هنا. على فكرة ما هو اتضح ان الراجل اصلا انجليزي مش امريكي. طب وبعدين اللي حصل ايه؟ اللي حصل يا معلم انهم رغيوا كتير لاخر الليل، عطلوا على النهار. نذير قرب منهم وشاف الهليكوبتر وعرف ان مهمته مش هتكون سهله خالص. اما رجالتنا فوصل لهم دعم من امير حرب افغاني. يا رجالته وصلوا وهياخدوهم عنده في الطريق. ممكن نستغرب ان ازاي توم يعرف امير حرب اصلا. هقول لك يعرفه منين يا عم مو. امير الحرب ده فعلا افغاني، بس تقدر تقول انه شغال مع اللي يدفع اكتر. يعني ساعد الامريكان مره والدواعش مره وطالبان مره كده. يعني من الاخر راجل ما عندوش قلب ودايس في اي حكايه. طب والمساعده هتكون ازاي؟ قال لك هيديهم عربيه يتحركوا بيها على قندهار، وفي ظرف 3 ساعات هيوصلوا. في النهايه كان هيقتله لان الراجل كان سبب رئيسي في موت ابنه. بس يا عيني عدت على خير. وهنا توم اعتذر له لانه اصلا ما كانش يعرف الحكايه دي، وقال له معلش استحمل احنا لازم نخلع من هنا وبسرعه. وبالفعل خدوا العربيه وخلعوا. ساعتها الواطي التاني عمل مكالمه ومعرفش بيكلم مين. نروح لنذير اللي لسه بيدور عليهم ولازم يلاقيهم. رئيس بلغوا بموضوع قندهار وده هتكون وجهته الاخيره. طيب خلينا مع الرجاله اللي في طريقهم. شافوا عربيات طالبان داخله عليهم، ده معناه الواطي هو اللي كلمهم في التليفون. مش قلت لك معاهم عليهم وكده. صباح الفل قوي. الرجاله اتحطت في مزرعه ما يعرفهاش الجن الازرق، وحرفيا مو اتنفخ قوي. ما هو الراجل الافغاني زيهم واعتبروه خاين، بس حظهم ان الدواعش وصلوا وقامت العركه. مش محتاج افكرك انهم دواعش فيك لان رومان اصلا معاهم. اشتغل الضرب يا معلم من كل زاويه ومن كل اتجاه. فقائدهم لما فقد الامل طلب من نذير يوفر له ضربه جويه، وطبعا رفض وقال له لا لا اصبر انا جاي لك. على ما يجي بقى هنشوف شويه اكشن حلوين. وبعد شويه موقف الدواعش بقى صعب. رومان قرر يضرب البوابات ويدخل بنفسه، وراح قاتل القائد ودخل ينقذ بطلنا. من وراها بينقذوا مو حلو جدا كده. ما عادش فاضل غير الهروب على المطار.
اما نزير فقرر ما يدخلش المعركه دي ويتحرك عليهم. دخلوا في عركه جديده على الطريق والراجل حلف طلاق 3 يجيب توم باي تمن، فقرب اكتر واكتر لحد ما رومان جاب اخره وقام يضربه. ساعتها حط طلقه في بطنه، وعلى الرغم ان الرجاله حاولوا يسعفوه لانه قرر ينط من العربيه ويكمل عمليه الانقاذ، الكلام ده خلاه للاسف يموت على ايد نزير. وهنا بنعرف ان رومان مسلم لانه قال الشهاده ومات. بقى يسكت؟ هيسكت لان نزير اصلا بلغ رجالته، وبقوا يضربوا عليه دهانات مدافع بطريقه شرسه. وبعد شويه ضرب واحده اصابت عربيته وقلبتها، قال لك لا بقى انا هاخد مسدسي واللي يحصل يحصل، ما خافش من الموت. وقربوا من بعض وهم بيضربوا لحد ما توم رزعوا طلقه في رقبته هوب، واكتشف عربيات جديده ما تفهمش دول تبع مين، بس الاكيد انهم مش تبعنا. فودع مو ومو ودعه وتاكدوا انها اخر لحظات حياتهم. وهنا قائد العمليه قرر يخلف كل التعليمات وامر الطياره اللي عندهم يضربوا كل العربيات، وراحوا راجعينهم 3 صواريخ جابوهم على الارض كلهم. ووصل الرجاله واخدوه وركبوهم الطياره وتمت العمليه بنجاح. هو في المشهد الاخير هنشوف جزء صغير من نتيجه الحرب اللي قامت، هو موت اوليفر وموت رومان والعفو عن فاطمه وموت فارزاد، وكمان رجوع توم لبنته ومو اللي اتبقى من عيلته. ويخلص الفيلم بتاعنا على كده.